في بلاد بتحلم تكون في الصورة، وفي بلاد هي الصورة نفسها زي مصر، عشان مصر مش بس تاريخ، لا هي الحاضر والمستقبل. وبعد ما العالم كله وقف منبهر في افتتاح المتحف المصري الكبير اللي اتقال عنه انه اعظم مشروع حضاري في القرن ال21، وبعد وقت قصير جدا امبارح العالم كله رجع يبص لمصر من تاني، بس المرة دي مش عشان الآثار والحضارة والماضي، المرة دي عشان الفخامة والرقي والمستقبل. حفل جراند بول اللي اتعمل في موناكو وأوروبا وخرج من أوروبا لأول مرة على دبي، دلوقتي للمرة التانية في تاريخه خارج أوروبا، بس في قلب القاهرة، في بلدنا اللي مفيش زيها في مصر. والحفل الرئيسي كان امبارح ليلة 8 نوفمبر، لكن الفعاليات المصاحبة من 8 ل 9 نوفمبر. أما بقى كان فين؟ مش في أي مكان، ده قصر عابدين اللي اتبنى عشان يليق بالملوك. قصر شاف ملوك ورؤساء من جميع أنحاء العالم، من يوم ما بناه الخديوي إسماعيل عشان يكون مقر الحكم ويمثل فخامة مصر في القرن ال19 1863، وامبارح بيرجع ياخد مكانه الطبيعي وسط قصور العالم. والقصر فعلا تحفة معمارية، ضخم جدا بمساحة حوالي 48,000 متر مربع، وفيه أكتر من 500 غرفة بين صالونات ملكية، غرف استقبال، قاعات اجتماعات، وأجنحة خاصة. أما بقى الديكورات فدي لوحدها تحفة فنية بامتياز، سقوف مذهبة، جدران مزخرفة، ولوحات أصلية، نجف بلجيكي، وأساس فاخر. تحسوا كده إنه مزيج بين الطراز الأوروبي والفن المصري التقليدي. أما بقى الهندسة المعمارية فدي في حتة تانية خالص، ده غير الحدائق والنوافير الكبيرة. القصر كان مقر الملكية المصرية على مر العصور، وامبارح كان بيكمل تاريخه بإنه رمز للهيبة والفخامة، بيستقبل أهم الأحداث الرسمية والدولية، ومن ضمنها حفل جراند بول اللي كان امبارح. الليلة ما كانتش مجرد حفلة، ده عرض قوة ناعم جمع أمراء وأميرات من العوائل الأوروبية الملكية وسفراء ووزراء وشخصيات عالمية، ويقال إن كان في أكتر من 100 شخصية مرموقة، منهم 80 من أكبر أثرياء العالم، وحتى نجوم هوليوود نفسهم جايين يشوفوا مين هي مصر. ورغم فخامة الحفل كان له جانب إنساني وخيري، لأن جزء من إيراداته اتخصص لدعم الأطفال والنساء والفنون والثقافة. يعني الليلة ما كانتش بس للرفاهية، دي كمان عطاء ومساهمة في حياة الناس. اللي بيحصل في قصر عابدين مش مجرد حدث، ده تتويج لمكانة مصر اللي دايما في الصدارة بين دول بتحاول تلمع نفسها ومش عارفة، عشان هي الأصل والباقي. ومجلس الوزارة نفسه أكد إن الحدث ده رسالة جديدة للعالم كله، إن مصر قادرة تكون الوجهة الأولى لكل حدث عالمي فخم، وإن مفيش بلد تقدر تجمع بين الحضارة والتاريخ والرقي بالشكل اللي بتعمله مصر. أخيراً كل الطرق مهما بعدت بترجع تاني للقاهرة. ولما القصر فتح والأنوار ولعت، العالم كله وقف يتفرج كالعادة ويشوف إن مصر دايماً مبهرة وسحرها باقي على مر العصور والتاريخ.